صباح الورد والجمال من قلب الحدث. القنطرة دي أو من اللي تحت أو من اللي فوق دي فيروس في مصر. فيروس، هقول لك ليه، ركز معايا. زمان قوي من 45 سنة أو من 46 سنة بمعنى أصح، يعني من 46 سنة كانت صامولة القنطرة، أي صامولة قنطرة كانت نحاس نحاس. من معلمين التقال اللي يفتكروا خلاطات العناني كانت نحاس نحاس مسبك. النهارده دي انتمونيوم، كله انتمونيوم. وبتعمل ايه بقى الانتمونيوم دي؟ طبعا اي حد بيركبها على طول، لما يركبها على طول اللي بيحصل، لما يركبها على طول بعد وقت بيحصل فيها تآكل. والقنطره طبعا رايحه جايه، بتلاقي القنطره تعمل معاك كده وتخر الميه. احنا عايزين نتفادى الكلام ده، عايزين نتفادى الكلام ده. نعمل ايه؟ بنفك القنطره تمام بالالانكيه بتاعنا. بلكولي، جبت الانكيه بلكولي. وبنعمل ايه؟ باجي هنا كده على السن ده، زي ما قلنا في الوصل قبل كده الدرس اللي فات، اني الاثنين اول سيل دول لازم اعمل لهم حافظه، عشان خاطر رايحين جايين كتير. بيعمل ايه؟ الاول سيل بيتاكل، بيتاكل من رايح جاي رايح جاي بيتاكل. فانا عشان افادي الكلام ده اعمل حافظه، اعمل حافظه. عندي 3 انواع من التeflon، الراجل محترف لازم يشتغل بيهم. الراجل محترف لازم يشتغل بيهم. ده تeflon الشغل العام، المحابس والمواسير واي حاجه كانت. ده تeflon حاجات تانية ادق شويه، ادق شويه في الشغل. تمام؟ ده بقى تeflon دقيق جدا، بجيبه مخصوص عشان خاطر الحاجات دي بالذات. بعمل ايه؟ طبعا لفه على العدل اليمين، ممكن تشوفني معكوس بس هو يمين، بتلف بص يمين اهو. 1 2 3 4 5 تمام كده، وتيجي ايه؟ قاطع كده. عمرك ما تقطع البقره كده. اما تلاقي صنايعي بيقطع البقره كده تعرف انه غشيم درجه اولى، تعرف انه غشيم يعني يبوظ البقره. تقطع البقره التeflon كده، شايف كده كده، وتروح جاي مرجعها مكانها تاني كده. شوف حاجه بسيطه اهي، بس تحافظ التeflon بتاعك. واحد يلف تeflon وراح جاي شد البقره كده، اما تعرف بيشد البقره كده لسه بيتعلم جديد. قول لا يا حبيبي، اما تيجي تلف تeflon كده تمام وخلاص تeflon تقطع كده تمام، ما تشدش من البقره، عشان دي بتحز ببعضها من جوه وتكلفت على بعضها وتبوظ بقره التeflon للعميل. او دي نفس الكلام، بتلاقي التeflon بتاع سامي كله شوف عامل ازاي، طرفه باين. معايا حضرتك؟ اول ما تعمل حافظه هنا خلاص عملت حافظه، عملت حافظه. بتحط اي حاجه، ممكن زين زيت، سنه زيت اكل، ممكن كريم، ممكن فوزلين، اي حاجه منعمه، وتنشف جوه العين بتاعه الخلاط، تنشفها كويس وتدهنها برضو تمام، وترجع تاني المكان بتاعك تاني في القنطره. معايا؟ الحكايه دي بتعمل ايه بقى؟ بتعمل قوامه واستقامه لقوه المحول. برضه رباط ايه؟ رباط كده ايه حنين، مش تمام؟ كل حاجه ليها معدل في الرقمه. ربطت خلاص هنا كده، بعمل ايه؟ لو في عندي كريم او حاجه بعمل كريم كده، او فوزلين او فازلين، وانزل وانا بربط اعمل ايه؟ اهز كده معايا، اهز كده وانا بربط كده، اهز كده عشان اضغط الالسيات. ما بقت اصبحت شحمه، اصبحت شحمه، اضغطها جامد واربطها كده. لو انت ربطت الصابونه دي على السن تمام كده زي ما قلت لك كده بالظبط تمام، لو عرفت تدي لفتين تeflon على السن من ده يبقى كويس، عشان تعمل عازل. عشان دي بتيجي تفكها بعد كده بتلاقيها قفشه ايه وتتكسر معاك حتت. فلو انت عملت حافظه وزيت او شحم او اللي انت عايزه، وربطت كويس وعامل فازلين وعامل ديره على السن كده تeflon على السن ده، وربطت جامد، دي هتبقى ازاي تروح معاك ايه جامده كده. شايف؟ هتعمل كده تلاقي جامده. لكن من غير الكلام ده بتلاقي تعمل ايه؟ تعمل معاك كده، تعمل معاك لسه كده كده خفيفه في المجال بتاعها، في الزومبه بتاعتها، في الزور بتاعها، هتلاقي معاك شحمه كده وتشتغل معاك سنين طويله. لكن عدم تامينها بتخليها تعمل معاك كده، مفيش كام شهر بكده ده خرجت منك، ولما تخر الصابونه دي تشم منك الميه تبدا تعمل املاح هنا وتاكل وتبوظ منك الانطار. هتضطر تجيب مجموعه جديده. اقول ايه؟ مجموعه جديده بتتباع يا عم سامي، عارف والله، دي بتتباع لوحدها وتتباع لوحدها، موجوده في كيس صغير قد كده، عارفها. كل حاجه في السوق عارفها، ما تقلقش. يبقى ده يا جماعه بس واحد طلب مني اعمل فيديو على الموضوع ده وعملته علشان برضه ايه؟ يفيد الكل. ولما احب افك دي برضه كده افكها تمام، بعمل ايه؟ لما اجي انضفها باجي على سطح مرن، سطح صلب كده، واعمل ايه؟
اديها ميه وبايدي كده، بايدي اعملها كده، بايدي اديها ميه واعملها كده على سطح ايه؟ سطح صلب بالراحه كده، بس مش صلب هوا او دب يعني، مش رجوش، لا بقول لك سطح صلب يعني ايه؟ مش على ايدي يعني، ماشي؟ ممكن كده تعمل زي ما براحتك يعني، بس السطح يكون صلب شويه بالراحه كده، هتلاقي الرمل ينزل منها من خلال المسار بتاعتها، وتروح جاي مرجعها مكانها تاني، تمام؟ وتربطها مكانها تاني، تحط الرسيب بتاعك وتيجي رابطها مكانها تاني، تمام؟ وبالهداوه. يفضل انك تدي برضو سنه كريم هنا كده، كريم، عشان دي بتقفش، عشان دي برضو بتقفش معاك، عشان لما تيجي تفكها بعد كده ممكن تمسك بيتزا تكسرها وما تطلعش معاك نهائي، بتلاقي السن اكسد معاك. عرفت تديها لف التeflon الصغير ده لو لقيته ماشي، اجي مديها لف التeflon صغير كده مثلا، لحظه واحده، لف التeflon كده اهو، تمام كده، لف التeflon وخلاص، خلص الموضوع على كده. نهار ابيض، ربنا يصلح حالكم، صلوا عليه كتير، تمام.